السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي دكاترة أولى ثانوي، عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسلام يا رب، اللهم آمين يا رب. يلا بينا بقى نخش كده نقول بسم الله ونحل الإكسرسايز بتاع ليسن 2 مع بعض، ونحل كده المالتيبل تشويس كويستشن كده مع بعض، ونخش بقى نقرا كويستشن نمبر 1 مع بعض. يقول لك what is the percentage of oxygen by mass. هنا ما اتكلمش باي فوليوم، باي ماس يبقى الرايت انسر عندي هتبقى سي 88.89%. طب لو كان قال لي باي فوليوم، لا باي فوليوم هتبقى 2 to 1، الهيدروجين 2 والايه والاكسجين 1، يعني 33.3%. حلو قوي. طيب what percentage does hydrogen represent by mass برضو in the water؟ هتبقى 11.11%. اسئله دايركت، اسئله مباشره على الكيميكال كومبوزيشن عندنا وسهله خالص. تعال نخش كده على question نمبر 3. عندك يقول لك how many covalent bond exist between الهيدروجين bond and the oxygen atom in water. طيب اسف، between الهيدروجين atom والاكسجين atom. خلاص هما 2، لان الاكسجين ماسكه ما بين هنا وبين هنا. طب والانجل بينهم كام؟ ب 104.5. وده question 4 عندنا يقول لك what is the measure of the angle formed between the covalent bond in water molecule اهي 104.5. طيب تمام زي الفل. شوف question 5 عندنا يقول لك what type of bond present between، بص بقى دي between hydrogen and oxygen in water. طيب حلو قوي كده. عندك two types of bond ما بين الهيدروجين وما بين ما بين الاكسجين. لو هما في same atom هتبقى covalent bond، لو same molecule اسف هتبقى covalent bond. طب between الموليكول and each other يعني intermolecular و intramolecular هتبقى عندك الهيدروجين بوند. طب هنا مفيش هيدروجين بوند يبقى الرايت انسر عندك هتكون الكوفالنت بوند على طول. طيب حلو قوي كده. which element is most abundant by mass in water؟ يبقى الاكسجين، عشان الاكسجين البرسنتج بتاعته 88.89%. وquestion 7 عندك يقول لك if the molecular mass of water is 18 gram what is the mass of oxygen in 1 mole of water؟ طيب حلو، تيجي نحلها ازاي؟ انا دلوقتي عارف ان ال 1 مول تعالى، انا عارف دلوقتي ان ال 1 مول يعني ال 18 جرام دول في منهم 88.89% ووتر، منها اسف اكسجين. طيب احلها ازاي؟ يبقى هعمل كده بالظبط. بصوا كده، هاجي هنا اروح كاتب دي كام جرام؟ المفروض ال 18 جرام ده ال 1 مول الواحد. طب 88.9% منه يبقوا كام؟ تعمل 88.89 multiplies by 18 كل ده وهتعملها over 100. طب حلو قوي كده. هتطلع عندك تقريبا nearly 16 جرام، يبقى رايت انسر عندي هتبقى سي. طب ولو قال لي هيدروجين مولكيول يبقى remaining 2%. طب لو قال لي هيدروجين اتوم، الاتوم الواحده يبقى 1 جرام. طيب حلو قوي الكلام ده. تعال نبص على question 8 سوا. يقول لك ايه؟ يقول لك what is the most common physical state of water under بص natural condition، يعني solid ولا liquid ولا جاز؟ هتبقى liquid. حلو كده. البلازما دي كده كده قلنا ما بتبقاش موجوده عندنا فين؟ في الاتموسفير عندنا. حلو. وكويستشن نمبر 9 عندنا يقول لك what happens to the bond angle in water when it's heated. طيب حلو. هو بيتكلم هنا على البوند انجل بتاعت الووتر نفسها، اللي هي دي اكسجين ماسكه هنا في هيدروجين ماسكه هنا في هيدروجين، بيتكلم على الانجل دي اللي في النص. طيب حلو. increase او decrease او stay the same او become 180؟ لا هي مش become 180. طب هل هي بتزيد؟ يعني هل هي بتطلع كده ولا هل هي بتقل فبترجع كده؟ بص يا شباب، هو لو كان يكلمني على البوند انجل في الووتر لما الدنيا بتسخن، احنا عارفين الدنيا بتكسباند باي هيت اند كونتراكت باي كولينج، اي اليمنت في الدنيا. بس في حاله الووتر هنا اللي بيتحكم في القصه دي الهيدروجين بوند. لما يبقى الهيدروجين بوند عندي الميه عماله بتسخن بتضعف فبتبعد عن بعضها. طب ولما بتتجمد لا بتقرب لبعضها فالفوليوم بيقل. انما حتى طبعا ما يوصل لحد 4 ديجري سلسيوس بعد كده بيرجع الفوليوم يزيد تاني. ماشي.
يبقى هنا الرايت انسر عندي هتبقى stays the same، لا decrease ولا increase. تمام كده زي الفل. question number 10 عندنا يقول لك what type of bond form between، بص هنا بقى، between molecules in water liquid، يعني بين مولكيول والتانية يبقى هيدروجين بوند على طول. طيب وكويستشن 11 يقول لك what is the primary factor that makes water a good solvent، يعني ايه الحاجة اللي مخلية المية solvent كويس؟ هفكر في كام حاجة. هيدروجين بوند ممكن، طب والكوفالنت بوند لا، طب البولاريتي الموليكولار ماس برضه لا. طيب حلو قوي كده. اللي مخلية المية تبقى جود سولفنت هي البولاريتي بتاعتها. الهيدروجين بوند دي مدية ستابيليتي للمية، ملهاش علاقة بقصة ان المية جود سولفنت ولا لا. question number 12 عندنا لك how many electrons does oxygen contribute in a covalent bond with hydrogen؟ خلاص احنا زي ما شرحنا هي 2، ان هي بتعمل 2 covalent bond فتcontribute ايه؟ 2 electrons عندي. question number 13 يقول لك in which of the following states does the density of the water increase؟ يعني امتى الدنسيتي بتاعت الميه تزيد؟ احنا عارفين ان الماكسيمم دنسيتي بتاعت الوتر وهي عند 4 ديجري سيلسيوس، دي اعلى دنسيتي موجوده عندنا. طيب ولما يبقى الوتر تترن تو ايس لا. طب لما تبقى ايفابوريت برضو لا، الفوليوم بتاعها بقى كبير قوي. طب وين اتس ان ليكويد ستيت ممكن. طيب وبعدين وين اتس فريزز، يعني لما تحول لايس برضو لا. يبقى رايت انسر عندك هتبقى سي. question 14 عندك بيقول لك what is the relation، او اسف what is the relative volume of hydrogen atoms compared to the oxygen atom in water molecule. هو هنا بيتكلم على فوليوم مش بيتكلم على ماس، يبقى 2 to 1. يبقى رايت انسر عندك هتبقى B. question 15 يقول لك at what temperature does water freeze؟ خلاص دي بقى معلومات ابتدائيه at 0 degree Celsius. نفس الفكره what's the boiling point of water and بص بقى بص normal atmospheric pressure. وركزوا في الحته دي قوي، لان انا لما بلعب في الاتموسفيريك بريشر البويلنج بوينت والفريزنج بوينت بتاعت الووتر بتغير، بس اندر نورمال اتموسفيريك بريشر يبقى الرايت انسر عندي هتبقى بي. question number 17 عندنا يقول لك how does the atmospheric pressure affect البويلنج بوينت بتاعت ايه؟ بتاعت الووتر. احنا لسه قايلين القصه دي. ممكن يعمل ايه؟ increase the boiling point، ممكن decrease the boiling point، ممكن has no effect، لا هو ليه effect طبعا. cause water to freeze ملوش علاقه بالقصه دي، انا مش بسحب منه temperature، انا بتكلم على على البريشر. فالاثنين دول decrease البويلنج بوينت وانكريز البويلنج بوينت، والاثنين صح، بس الاصح دايما بتبقى ايه؟ بس هما الاثنين صح. الاصح دايما بتبقى ايه؟ لان أنا كل ما ازود الاتموسفيريك بريشر كل لما البويلنج بوينت تزيد. وشويه شويه قدام هنشرح القصه دي، بس هي الفكره كلها كل ما نزود البويلنج بوينت هتلاقي عندنا الفيبر بريشر طلع بزياده قوي، وهنحكي قصه الفيبر بريشر دي وان المولكيولز بتاعت الووتر تاسكيب. بس هي الفكره كلها انا لما بضغط من فوق باتموسفيريك بريشر يبقى انا عندي البويلنج بوينت بتزيد، طب لما اشيله البويلنج بوينت تقل. وكويستشن نمبر 18 عندنا يقول لك what is the most stable phase of water at room temperature liquid؟ خلاص زي الفل، زي السؤال اللي فوق بالظبط. question 19 يقول لك what effect occur on the density of water when its temperature rises above 4 degree؟ احنا قلنا 4 degree ده اعلى density عندنا. طب لما تطلع او تقل density decrease، يبقى رايت انسر عندي هتبقى دي. وquestion number 20 عندي يقول لك which of the following properties does not apply to water؟ يعني ما بيبقاش موجود في الميه. dissolve polar compound لا دي موجوده. has higher density in the solid form لا دي غلط. طب has high specific heat يبقى دي غلط. كان form hydrogen bond برضو يبقى رايت انسر عندك دايما هتبقى بي. what is the percentage of hydrogen in water بس by mass؟ بص 11.11%.
طيب حلو. question number 22 يقول لك ايه؟ يقول لك which of the following is true about a water molecule. polar molecule non polar molecule لا، ionic هي لا، covalent molecule metallic لا مش metallic، يبقى right answer عندك هتبقى A. طب question number 23 why does water have a high heat of vaporization. يعني ليه الميه بتحتاج هيت عالي قوي 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 عشان تترن into vapor due to الهيدروجين بوند. خلاص اتكلمنا في القصه دي، ولما شرحنا الهيدروجين سلفايد اصلا البويلنج بوينت بتاعته عند نيجاتيف 61 degree Celsius. طب question number 24 يقول لك how does an increase in temperature affect hydrogen bond in water. يعني لما ازود التمبريتشر ايه اللي يحصل للهيدروجين بوند عندي؟ طيب حلو قوي كده. البوند هتزيد ولا هتقل ولا has no effect ولا turn into covalent bond؟ ده مستحيل. has no effect لا برضه. طب البوند هتزيد ولا هتقل؟ احنا قلنا expand by heat يعني البوند عماله بتوسع 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 بتوسع، يبقى يحصل decrease فيها، يبقى decrease in ايه؟ in bonds الهيدروجين بوند. طب question number 25 يقول لك what factors او what factor make water a good solvent for salts. الدنسيتي بتاعتها لا، الماس لا، التمبريتشر ملوش علاقه بالميه، ممكن اي حاجه تانية، يبقى البولاريتي بتاعت الووتر. وكويستشن نمبر 27 على طول يقول لك due to high electronegativity of oxygen electron are drawn toward مين؟ الاكسجين. خلاص ما هو بيقولها لك في السؤال اهو، بيشد الالكترون زياده، يبقى اكيد هتروح ناحيه الاكسجين. طيب question number 28 يقول لك what type of partial charge form on hydrogen bond in water molecule. خلاص الاكسجين شدت منها الالكترون، يبقى هي عندها partial positive. ممتاز. والاكسجين هيبقى عنده partial negative. question number 29 يقول لك what is the term for the effect of partial charge on water molecule. خلاها polar، بزود لها البولاريتي. طب حلو قوي. question number 30 عندك يقول لك due to polarity of water molecule can interact with a non polar لا other polar molecule والايه وتinteract برضه مع الجازز ومع ايه؟ مع النيوترونز. حلو قوي كده، بس الاصح ان هي طالما هي polar تinteract مع other polar molecule. طيب question number 31 يقول لك when salts dissolve in water they break down into ايه؟ يعني لما الاملاح دي تدوب في الميه ايه اللي يحصل؟ دايما تتحول ايه؟ لايونز. حلو، يبقى تتحول دايما الى hydrated ions. ليه hydrated؟ عشان مبلوله حواليها ميه. طب question number 32 يقول لك water is considered a universal solvent يعني solvent عالمي. ليه؟ because its size viscosity لا، small size لا، high polarity ايوه، والatomic mass لا، يبقى right answer عندك هتبقى C. كده يا دكاتره نكون خلصنا الهوم بتاع او الاكسرسايز بتاع lesson 2. يا رب يكون خفيف، يا رب يكون لذيذ، يا رب يكون فهمت كل الاسئله فيه. لو اي حد عنده اي استفسار يبعت لنا على الواتساب على طول واحنا هنرد عليه على طول باذن الله. السلام عليكم.